النهارده بإذن الله هتكلم معاكم في موضوع هيوفر لك فلوس كتير قوي قوي قوي. نصايح هتخليك ذكي لما تيجي تشتري أي حاجة، تشتريها بذكاء، وفي نفس الوقت هتوفر فلوس كتير. وفي نفس الوقت كمان هتخلي ان التاجر مش هتخليه يشغل دماغه عليك، فاهم، ويبيع لك بسعر أعلى. لا، هتاخد بالسعر المتعارف عليه وكمان يمكن أقل. بالنصايح دي هتظبط الدنيا. اول حاجه، مفيش حاجه اسمها السعر عليه خصم 50%. مفيش حاجه اسمها كده يا جماعه. بصوا يا شباب، مفيش حد بيبيع بخساره نهائي. حلو. يعني هو الوقت ممكن مثلا انا عندي مثلا ازازه برفان قديمه في المحل، تمام، عايز اخلص منها باي طريقه. سعر الازازه دي انا كده كده كسبان فيها، مفيش حد هيبيع بخساره. حلو. انا بعمل ايه؟ مثلا لو سعر الازازه 100 جنيه، حلو حلو، اقول لك دي سعرها 200 جنيه، بس عملنا خصم 50% عليها، فعشان كده تشتريها ب 100. شفت؟ ما هو التجاره ذكاء، فاهمني؟ فانا عشان كده مش عايز حد يضحك عليك. حلو. انت برضو ما ينفعش تشتري من مكان واحد مره واحده، لا، انت مثلا بتسال على سعر الحاجه دي في كذا مكان عشان تعرف متوسط السعر ايه، فاهمني؟ عشان ما حدش يضحك عليك بقى ويقول لك احنا عاملين لك خصم وعاملين لك مش عارف ايه وعاملين لك مش عارف ايه، في الاول وفي الاخر هم بيضحكوا عليك كده. تمام، وانت الوحيد اللي خسران وانت الوحيد اللي بتدفع. كويس كويس. تاني نقطة، مفيش حاجة اسمها الشحن مجاني. حلو. مفيش حاجة اسمها احنا لو انت مثلا بتشتري من على النت ولا حاجة فتلاقيه يقول لك ايه وكمان الشحن مجاني. مفيش حاجة اسمها كده، حضرتك انت تكون دافع ثمن الشحن في الاوردر نفسه، فاهمني؟ فلازم تاخد بالك كويس، او يعني بص، مفيش حاجه اسمها بعد الخصم، مفيش حاجه اسمها احنا عاملين خصم كذا، مفيش حاجه اسمها الاوردر شامل الشحن والشحن مجاني يا فندم ومش عارف ايه، وانت طبعا بتكون فرحان ومفكر نفسك شغلت دماغك. لا بالعكس، هو بيكون حاطط سعر المنتج والربح بتاعه وكمان الشحن من ضمن المنتج. فخد بالك كويس قوي لان الحاجات الصغيره دي بتفرق. تمام. بعد كده يفضل ان انت تجيب البرودكتس بتاعتك او الحاجات بتاعتك. ولعلمكم يا جماعه الكلام ده شامل اي حاجه، سواء كان لبس، سواء كان ساعات، سواء كان سلاسل، سواء كان اي حاجه، اجهزه، تليفونات، اي حاجه. فانا مش بتكلم على حاجه محدده. يفضل تجيب من الاماكن بتاعه الجمله بتاعه الحاجات دي، لان انت هتلاقيها بسعر رخيص قوي قوي. تمام. جاكيت زي اللي انا لابسه ده، الجاكيت ده بيتباع في حلوان هنا ب 700 جنيه. تمام، 700 جنيه. نفس الجاكيت ده، نفس الجاكيت اللي هتقول لي مثلا انا خامه احلى ولا حاجه، لا، نفس الجاكيت شاريه من وسط البلد بكام؟ ب 400 جنيه. حلو، ب 400 جنيه. فيبقى انا كده عامل اوفر لنفسي. طبعا موفر كتير، 300 جنيه برضو مبلغ، فاهمني؟ فلازم تكون حاطط النقط دي في الاعتبار كويس جدا. تمام. برضو حاجه خطيره قوي وبرضو بيضحك فيها الناس، اللي هو ايه؟ لو اشتريت اتنين هتاخد تالتة هديه. يا جماعه، والله العظيم انا عايز اقول لك، انت مش بتكون دافع تمن ثلاثة، انت بتكون دافع تمن اربع وخمس حاجات. مفيش حاجه اسمها الشحن مجاني، مفيش حاجه اسمها الازاز ازازتين وعليهم ازازه هديه، لان انت الازازه الثالثه دي انت بتكون دافع ثمنها اصلا، بس هم بيشغلوا دماغهم عشان يزودوا المبيعات وخلاص. حلو. انا عارف الكلام ده يزعل تجار كتير لان انت كده عرفتكم السيكرتس بتاعتهم، بس هي دي الحقيقه، فاهمني؟ بس كده يعني. وبرضه حاجة أخيرة، يعني برضه ما تخليش البايع يتحكم في الحوار. يعني مثلا ما تجيش تقول للبايع إيه نقل لنا حاجة على ذوقك. أنت كده أنت بتودي نفسك في داهية. ليه؟ لأن ببساطة شديدة هو بيكون مثلا واخد بعض الأوامر، مثلا زي إيه؟ لو الزبون قال لك اعمل على مزاجي، اديله من الحاجة اللي مثلا ما عليهاش شغل كتير، أو اديله الحاجة اللي إحنا عايزين نخلص منها. اوعى تخلي البايع يتحكم في أي حاجة. اوعى. دايما أنت اللي تتحكم، فاهمني؟ لقيت مثلا لو انت رحت تشتري الجاتوهات، لقيت قطعه جاتوه قديمه وقطعه جاتوه جديده، صمم على الجديده. لو قال لك لا يا فندم ده دي مش عارف معموله طازه، لا، صمم على اللي انت شايفه، فاهم؟ لانه انا طبعا مش بقول كل الناس، بس الاغلب بيعملوا الحركات دي عشان يبيعوا وعشان كده. بس يا شباب انا كده قلت لكم كل النصائح اللي اقدر اقولها لكم. كل اللي طالبه منكم ان انتوا تشتركوا في القناه وتحطوا لايك. مع الف سلامه يا شباب، السلام عليكم، باي باي.